فرجاني ساسي يشيد بالأهلي قبل مواجهة الترجي. الفيفا يوجه ضربة موجعة للزمالك ومنعه من القيد. ولكن قبل بداية الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لتصلكم أخبار الأهلي فور نزولها. ونبدأ الفيديو بالصلاة والسلام على رسول الله. تردد في الساعات الأخيرة العديد من الأنباء والتقارير الصحفية التي أشارت إلى توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك بسبب عدم دفع مستحقات بعض اللاعبين خلال الفترة الماضية، حيث رفع البعض شكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا للحصول على مستحقاته المالية من نادي الزمالك. وأرسل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا إخطارا إلى نادي الزمالك يفيد بتوقيع غرامة مالية على النادي لصالح الغاني بنجامين أشبونغ اللاعب السابق بفريق كرة القدم، حيث يرغب الاتحاد الدولي في حل الأزمة الواقعة بين اللاعب والنادي في الوقت الحالي، لا سيما أن فيفا هدد الزمالك بمنع القيد. وجاء قرار غرفة تسوية المنازعات بتغريم الزمالك 180 ألف يورو، أي ما يقارب 6 ملايين جنيه مصري لصالح أشبونغ. فرجاني ساسي يشيد بالأهلي قبل مواجهة الترجي. أشاد فرجاني ساسي لاعب الزمالك السابق والاتحاد القطري الحالي بالنادي الأهلي قبل المواجهة المرتقبة أمام الترجي التونسي في دوري أبطال أوروبا. وقال ساسي في تصريحات عبر إذاعة FM التونسية: عندما أتحدث مع أصدقائي المقربين أقول لهم إن الأهلي إذا ما نجح في العبور من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا فإنه يتحول إلى فريق آخر ويصبح من السهل جدا أن يصل إلى النهائي بل ويحصل اللقب. واختتم حديثه أن الأهلي هو الأفضل في أفريقيا.